الحضور الآن، وإذا حضرتوا راح ندخل أول فقرة. اليوم راح نأخر ساعة أخرى. إذا النواب المتغيبين الآن يتفضلون يحضرون راح نعطيهم ساعة أخرى يحضرون، والطلبات موجودة، طلبكم وطلب الجماعة، ولكن مهم إكمال النصاب. يعني شنو تقدم طلب وأنت ما حاضر؟ وجئت بالموضوع الثاني، قلت أن كتلة الأحرار والمواطن وبقية الكتل قدمت طلب لإدراج، وهذا الطريق الثاني لإدراج الموازنة على جدول الأعمال، لكن ما كملت وطيت الصورة للعراقيين من الذي لم يحضر ولم يكمل النصاب ولم يصوت. عليك أن تكون حيادي والجميع وتقول أن دولة القانون لم تحضر وهي السبب في تأخير الموازنة بدون ذكر الأسماء. لذلك أنا أعتقد أنه نطالب الجميع بالحضور. يعني أنا أستغرب أن النائب يزعل على بيت الشعب. بيت الشعب تعال احضر به وانطي رأيك أخي، انطي رأيك سلبا أو إيجابا، أنت حر في التصويت بما تشاء. أما الغياب بهذه الطريقة، الغياب الجماعي لكتل محددة لقضية مهمة مثل الموازنة، ليس من الصحيح. يجب الحضور يوميا وتحديد ما هي المصلحة. اليوم المصلحة أن نحضر يوميا لكي وقعنا اليوم. احنا قدمنا هذه 50 نائب، كتلة المواطن والأحرار والفضيلة وبقية الكتل والشخصيات المستقلة، ولو موجودين الجماعة كان كل شيء انتهى. الأخوة في دولة القانون اليوم بعضهم الأغلب منهم غايبين، لذلك حصل عدم النصاب. وإحنا فعلا الآن البعض يروح على الحملة الانتخابية، وإحنا يوميا نيجي يعني من نوابنا ونواب الآخرين من كل المحافظات يوميا يروحون ويجون، أو يبقون هنا تاركين الحملة الانتخابية في حين الآخرين رايحين على حملتهم الانتخابية. أتمنى من الجميع الحضور والالتزام. بعضهم هم قاعدين بالكافتريا. وشكرا جزيلا. أعتقد بأن هنالك ضرورة كبرى في التصويت على قانون الموازنة قبل الانتخابات لكي لا تطلق يد الحكومة في التصرف بأموال الشعب. هذه أموال الشعب وليست أموال جهة معينة. كنا حريصين جدا على مسألة التوافق الوطني، ولا زلنا حريصين على مسألة التوافق الوطني في إمرار هذا القانون مثل ما يحصل في كل سنة. نعتقد بأن هذا العام لم يخرج عن سياق الأعوام السابقة فيما يتعلق بالتصويت على الموازنة. دائما تتأخر الموازنة لبعض الخلافات قد تكون فنية أو سياسية على القانون، ولكن تنتهي عادة بالتصويت عليها. الغريب في هذه السنة نجد أن بعض الأطراف يحاول توظيف التصويت على الموازنة توظيفا انتخابيا، وهذا لا يمكن أن نوافق عليه.